أينما كنتم مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقة جديدة من ملفات التحقيق. أن يرد بلاغ إلى هنا إلى غرفة العمليات بدوريات الأمن يفيد وقوع جريمة سرقة، فهو أمر لا تخلو منه مدينة. أما إذا تكرر وقوع هذه الجرائم في فترات متلاحقة وامتد أثرها لتشمل عددا من مدن المملكة على امتداد الآلاف من الكيلومترات، فهي قضيتنا الشائكة في هذه الحلقة. عصابة كبرى تجاوز عدد أفرادها 40 امتهنت سرقة السيارات وتغيير معالمها بطرق احترافية عالية، لكنها لم تكن أعلى من قدرات الأجهزة الأمنية. كيف كانت قصة هذه العصابة وكيف وقعت في قبضة رجال الأمن؟ دعونا نتابع وإياكم أحداث هذه الحلقة. طلعوا برا ودخلوا السيارتين، دخلوا جوا. اوكي. انا المدير. هلا. السلام عليكم. سلام. كيف حالك؟ حياك. السيارة هذه؟ اي نعم. مو انت اللي جايب السيارة يا اخوي، السيارة خوي، ايش دخلك انت؟ راح تجيب لي المفتاح اخلص علي. يا اخي مو انت اللي جبتها. لا تكثر كلام، جيب لي المفتاح اخلص. هذه لك ولا من لك؟ ايوه جيب لي المفتاح اخلص. جيب مفتاح. يعني مد ايدي علي بعد هذا. الدوريات المبارك، السلام عليكم، حياك الله يا أخي. بدأت أحداث هذه القضية بتلقي الأجهزة الأمنية عدة بلاغات تفيد وقوع جرائم سرقة للسيارات، تتفاوت في أوقات ارتكابها وتتفق في احترافية أسلوبها. السلام عليكم. كيف الحال يا اخوي؟ قبل شوي جانا واحد هنا المحل ومثل انه هو راعي السيارة، واعطيني فاتوره بس مو هو راعيها، مو هو اللي جابها، وشالها ويتلفت حواليه ومشى على طول. فين راح؟ راح من هنا على طول، مشى كذا. والله ماشي. جاء وصلت نبذ مثل ما تبي، جيب وعلى كيفك. ايه ها ابد بعطيك خبر على طول ان شاء الله، لا تنقل هم. لا ابد لا تنقل هم. يلا اكلمك شوي. يلا كان أفراد العصابة يتفننون في سرقة السيارات بحيل وأساليب مختلفة، مستغلين تساهل أصحاب السيارات المسروقة وغفلتهم عن سياراتهم. من الواضح يا سعادة العقيد هذول مو أشخاص عاديين، هذول مجموعة من أفراد عصابة يقومون بعمل دقيق ومدروس، أشخاص ما هم سهلين جدا يعني. صح كلامك، وعلشان كده احنا لازم نكون على قدر عالي جدا من الحرص والدقة في التعامل هذه الأنواع من الجرائم حتى نقدر نكشف الجنان بإذن الله. جماعة اللي محيرني تدرون شو؟ جميع السيارات المسروقة تختفي بعد السرقة، ولا يمكن أن نحصل لها على أثر. طبيعي يا أخي بسامي، كل إصابة لها طرق ووسائل جديدة. في البداية قد تكون لغز، وهنا يجي دورنا إنه إحنا نكشف هذا اللغز، وأي أماكن ممكن تساعدنا إن نوصل
لمعلومات جديدة. تلقت الشرطة عدة بلاغات تفيد عن تعرض عدد من السيارات للسرقة، وكان الملاحظ أن أكثر هذه السيارات من نوع الجيب حديثة الموديل. بدأت إجراءات البحث والتحري عن هذه الحوادث. في بادئ الأمر لم يكن هناك أي معلومة هامة أو أدلة واضحة توصل إلى الجناح، لأنهم كانوا ينتحلون شخصيات متعددة ويرمزون لأنفسهم بألقاب، إضافة إلى سرعة إخفائهم للسيارات المسروقة وعدم العثور عليها بعد سرقتها. جايب لي محطة آخر شيء كذا فاضي، السيارات كلها خربت. شوف هذا رغم سذاجة هذا الأسلوب إلا أنه كان ناجحا في بعض الجرائم بعد متابعة ومراقبة الهدف واستغلال تساهله المفرط. وعلى أرض الميدان تم التعميم على جميع النقاط الأمنية بالتدقيق على السيارات المستهدفة وضبط أي حالة اشتباه. يا أخي ذا والله عجزت من اليوم، الموتر ذا كان شغله مسجل يا أخوي. ايش عرفك؟ هاي لوكسات وطقتها. الله يقطع ابليسك. موتر والله جنني يا اخي. اربط حزامك، ايش اللي يربط؟ سوي نفسك مريض، سوي نفسك مريض. لا الدوريات، اي مريض انت؟ اي مريض شغل الافلام اترك عنك، اسمن اقول اترك عنك الاخبار ذا كله. يا ابن الحلال كيف ازبن يا اخي؟ شوفهم قدنا وصلنا. يا اخوي ازبن، شوف لك اي طريقه، طم الرصيف طير، ازبن. حول ولا قوه. ابن الحلال ما في لف اصلا، فين اروح؟ لا حول. ازبن ولا زبنت وخليتك؟ اصبر هذه لفه، خلني كذا اجيب. لحظه ولا كانك تشوفه، ولا كانك تشوفه، لحظه ولا كانك تشوفه. احب خشمك انا. استطاع الشقيان أن يلوذا بالفرار قبل وصولهم نقطة التفتيش، ولكن فرحتهم لم تدم طويلا. ايش فيها السياره الحين بدت؟ ايش في؟ ما ادري وش فيها يا اخي. ايش فيها طفت؟ ما ادري ايش فيها طفت. وقف افتح خلينا نشوف. يا ابن الحلال ايش نفتح وايش خلنا نمشي بس، خلنا نمشي، خلينا بكره. خلنا نشوف ايش فيها. طيب رجلك بكره نجيها بكره. انتظر. طيب تم الإمساك بأول خيط في القضية يمكن أن يكشف أسلوب العصابة في سرقة السيارات. عثر عليها متوقفة على جانب أحد الشوارع، ربما تؤكد هذه السيارة ما توصل إليه رجال البحث والتحري من معلومات جديدة مفادها أن هذه العصابة تنتهج طريقة التلاعب بهيكل السيارة والتلاعب بلوحاتها. من حمد با مكرر 38 على 1. شفت أكد لي عمليات إذا على أي ملاحظة. السيارة عليها طلب أمر الواقع والعافية أن السيارة تحفظ على الشخص والسيارة، تحفظ على الشخص والسيارة. طيب يعطيك العافية. عمليات السيارة مضبوطة بدون قائد، السيارة بدون قائد مضبوطة لأن قرب البصمات نتأكد من هذا. نظرا لملابسات القضية واستخدام الجناة أساليب محكمة في سرقة السيارات وتغيير معالمها وعدم ترك الجناة أي آثار تدل على جرائمهم وتوسع أعمال هذه العصابة لتشمل عدة مناطق من مناطق المملكة، كان لابد أمام هذا الوضع الشائك من خطط أمنية دقيقة وإجراءات خاصة تعتمد على دراسة ملابسات هذه القضايا واتخاذ تدابير إضافية وواسعة للوصول إلى العصابة والقبض عليهم بالجرم المشهود. في ظل ورود معلومات سرية تفيد توسع نشاط العصابة في مدن أخرى،
استمرت أعمال البحث والتحري في عدد من المدن لتفكيك هذه العصابة وإسقاطها. قامت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة بجهود جبارة في متابعة تحركات العصابة والتفتيش والتدقيق على السيارات المشتبه بها. علم طال عمرك، القوة كلها جاهزة وبانتظار توجيهاتكم. يعطيك العافية. وبعد اكتمال أعمال البحث والتحري وتحديد مواقع العصابة في عدد من مدن المملكة، تم التنسيق بين الجهات الأمنية في المناطق لمباغتة العصابة في توقيت واحد. ما في أي مجال للخطأ والحذر واجب. المداهمة راح تكون بوقت محدد لجميع المواقع حتى نضمن عنصر المفاجأة. حانت ساعة الصفر، ووسط تكتم شديد تم إبلاغ الجهات الأمنية بتوقيت العملية والتأهب للتنفيذ. عمليات 2/4 الهدف وصل. بعد اكتمال كافة المعلومات والإجراءات، تمكن رجال التحريات والبحث الجنائي من تحديد مواقع العصابة في عدد من مدن المملكة، وبناء عليه صدرت الأوامر بمداهمة جميع هذه المواقع من خلال خطة سرية يتم من خلالها مداهمة جميع المواقع في وقت واحد حتى يتحقق القبض على جميع أفراد العصابة قبل إخفائهم للأدلة أو تصرفهم في المسروقات. تمت المداهمة في عدد من مناطق المملكة. في الرياض تم مداهمة عدد من الأوكار والمواقع والقبض على من فيها والتحفظ على عدد من السيارات المسروقة وأدوات الجريمة. وفي عرعر تم مداهمة مواقع أخرى والقبض على الجنود. وفي القريات تم مداهمة مواقع أخرى للعصابة، وهكذا في عدد من مناطق المملكة. في يوم تنفيذ العملية قامت الجهات الأمنية بحملة مداهمة وتفتيش واسعة في عدد من مدن المملكة، أسفرت عن القبض على 42 شخص من جنسيات مختلفة من خلال أكثر من 16 موقع في عدد من مناطق المملكة. كما تم تفتيش العشرات من مواقع الورش والمستودعات والمزارع والمنازل، وتم العثور على العدد كبير من السيارات وكميات من الأسلحة النارية والذخائر ومفاتيح ولوحات سيارات، وأيضا أختام حكومية مزورة ومعدات
تستخدم للفك والتركيب، وأخرى خاصة بلحام الحديد. والله وقعت يا غلاب. طبعا انت عارف انت ليش هنا. اسمعني يا غلاب، ابيك تقص علي القصه كامله وش اللي صار وبالتفصيل. واذا ما تبي تعترف ترى عندي 41 متهم ممكن يتكلمون ويعترفون. هذا غير السيارات المسروقه والمعدات اللي في الورشه واللي في المزرعه. يعني يا غلاب من الاخير اتكلم واعترف. خلاص حضرت الضابط، بعترف وبقول لك على كل شيء. أثبتت التحقيقات أن الجناة قاموا بتكوين شبكة محترفة لسرقة السيارات على مستوى المملكة بتخطيط عال مبني على توزيع المهام وتبادل الأدوار. بعد ما أصبحت في قبضة الأمن أصبحت أنت في أمان. ما راح ينفعك لا غلاب ولا أي أحد من أفراد العصابة. يا صنقر اعترف وتكلم، وصدقني هذه هي الوسيلة اللي تنجيك وتخفف عليك العقوبة. قول يا صنقر. بالبداية بديت أنا وغلاب بشكل بسيط، يعني كنا على سرقة سيارتين، لكن بعد فترة انضم لنا عدد كبير من الأشخاص لين صرنا مجموعات في أكثر من مدينة. والمجموعات اللي في المدن الأخرى تعمل معكم ولا لوحدها؟ يعني في تنسيق بينكم كعصابة وارتباط؟ اي نعم، كنا ابونا يد واحدة، كلنا ابونا عصابة واحدة، وكنا نتبادل الأدوار بحيث أن نبعد الشك عننا. على بالنا أن احنا بالشيء ذا يعني إن ما راح نلمسك وإننا أذكياء. هنا في هذا الوكر كان أفراد العصابة يجتمعون ليخططوا ويوزعوا الأدوار فيما بينهم تمهيداً لتنفيذ جرائمهم. مجموعة تتولى الاستيلاء على السيارات وسرقتها، ومجموعة أخرى تتولى إعادة صياغة السيارة وتغيير معالمها، فيما تتولى مجموعة أخرى التخلص من السيارة وبيعها بطرق سرية. احنا عشان ننظم شغلنا يا شباب لازم ننقسم ل4 مجموعات، والمجموعة الأولى حتكون معاك يا مروان. أنت شغلتك بسيطة جدا، أنت حتروح للتشريح تشتري السيارات التالفة وتجيبها هنا في الورشة وتنقلها باسمك أو بأسامي أحد من أقاربك. لكن السيارات التالفة وش نسوي فيها؟ الهدف واضح يا حبيبي، حنجيبها هنا عندنا في الورشة ونقص الشاص ونغير اللوحات. واضح؟ واضح. صنقل حبيبي، شغلتنا جدا بسيطة وأنا حكون معاك فيها. نسرق السيارات بس بشرط نسرق سيارات بنفس مواصفات السيارات اللي اشتراها مروان، أساس ننقل الهيكل واللوحات. بس كذا؟ حاضرين. مهندس نظام، أنا تحت أمرك. أنت حتقوم تقص الشاص والأغراض اللي في السيارات اللي جايبينها من التشريح وتنقلها إلى السيارات المسروقة. تصير ماشي مالك لك أشخدنا حبيبي. السيارات اللي يخلصها المهندس نضال حتكون تنزلها الحراج وتبيعها. والله المشكلة الشرطة والمباحث والدنيا هذه، شو الحل معها؟ أي شيء يصير معانا نركب له لوحة تصدير ونبيعه برا. الله عليك. مضى أفراد العصابة في تنفيذ مخططهم بكل دقة، وكانت البداية هنا في تشليح السيارات بين ركام السيارات القديمة والتالفة. وعلى جانب آخر كان الأشقياء يقومون بسرقة سيارات أخرى ليكملوا تنفيذ مخططاتهم الآثمة.
شيء ما عليك، نحن هنا وبنتابعك من بعيد، لا تشيل هم. يا غلاب انا ماني بخايف، ان شاء الله بس تجي السياره بالمواصفات المطلوبه يا اخي. تجي ان شاء الله. ترى الغلطه الاولى هي الاخيره، والله بتودينا في داهيه. لا تنقل هم. شوفها كلام. نفس المواصفات يا رجل. روح. هذا المطلوب، باقي انت يا ذيب. ما عليك، الجنس الابيض لا تشيل همه، لا تشيل همه. فديت الاسمر انا فديت. روح انا بتابعك من هنا. ها انتبه لا تودينا في داهيه. روح ما عليك. وفي وكر العصابة يقوم أفراد العصابة بتغيير هوية السيارات المسروقة بفك هيكل السيارة وتركيب هيكل آخر. ربما كانت طريقة ذكية لطمس الحقيقة، ولكن هيهات وعيون الأمن بالمرصاد. حبيب الله والله. اهلا وسهلا. الله كيف السيارة بس؟ حبيبي والله هي كويسة، بس برضو اسأل نضال امس مسلمة سيارتين مثل ذي وهذه الثالثة. سم حلو. الآن صار عندنا 10 سيارات جاهزة يا نضال، وباقي 5 ويكمل الموضوع. ابدأ شغلك يا مالك. الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كم يسام؟ 75. كم حدقه؟ قريب ان شاء الله. نظيف فل كامل مره. بالستة بتبيع؟ ببيع. مفحوص مجدد؟ مره كل شيء. استمر معك فحص؟ والله وانا اخوك الاوراق من معي، لكن في معرض بيمشي لنا كل شيء. لا الله يرزقك، ما يصلح ابدا. الله معك. ما وقفت عليك، بايعها ان شاء الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. هلا والله. سيارة للبيع؟ الله ما شاء الله. فيها صدمات ولا دكشات؟ مرة. الفحص افحص وين ما تبي. سيمة 75. ما شاء الله. توكلنا على الله. وين تبي ننقلها؟ والله وانا اخوك بطاقتي ضايعة، واذا بغيت في مكتب زين اعرفه ينقل ملكيتها على طول. يا اخوي فكنا من المشاكل، ترى النظام زين. لا والله وانا اخوك لا تعطيني ولا ريال الا وانت ناقل سيارتك وما اخذ السياره. اجل توكلنا على الله، بكره نتقابل ان شاء الله. على بركه الله. استمرت العصابة في جرائمها، وكان وكر العصابة كخلية النحل بل كعش الدبابير التي اجتمع أفرادها لوخز المجتمع وإيذائه بهذه الأعمال الدنيئة. ولكن كما قيل: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. في هذه القضية تم فحص العديد من السيارات ما يخص أرقام الهياكل المشتبه فيها، واتضح أنها نوعين. نوع يتم طمس الهيكل بالكامل، وهذا تم التعامل معه طبعا بطبيعة الحال بطريقة فنية، وتم إظهار العديد من السيارات، أرقام العديد من هياكل السيارات الرقم الصحيح بعد أن تم طمسه. وفي نوع آخر أيضا وجد أن هناك عملية قص وتلحيم لرقم الهيكل السيارة وتركيبه على السيارة المسروقة، وبالتالي أيضا تم التعامل مع هذه النوعية من أرقام الهياكل، وتم إظهار اللحام وإثبات أن هذه السيارة مسروقة، وتم وضع رقم هيكل آخر عليها من أجل التمويه. يا غلاب مش أنت قلت لي إنك تبغى تعترف بالقصة كاملة؟ إيه بعترف بكل شيء. عدد السيارات اللي ضبطناها 22 سيارة، بينما عدد السيارات اللي اعترف فيها أفراد العصابة 42 أكثر بكثير يا غلاب. والله السيارات يا حضرة الضابط من خارج الرياض، لكن السيارات الموجودة عندنا أنا مستعد أحكي لك عنها وبالتفصيل. تم إخضاع الجناح لجلسات تحقيق مكثفة وواسعة ودقيقة، وأسفرت التحقيقات عن تعرض 300 سيارة للسرقة
في عدد من مناطق المملكة. كما تم ضبط 22 سيارة بحوزة الجناه وتم إعادتها إلى أصحابها، فيما أثبتت التحقيقات وسجلات المرور وجود السيارات المتبقية مقيدة بأسمائهم أو بعض معارفهم بعد تحريف أرقام هياكلها، الأمر الذي يستلزم تصحيح أوضاعها قبل إعادتها إلى أصحابها. علم عمليات السيارة موجودة بدون قائد، متحفظين عليها الآن، تأكد على هذا على ملاحظات أخرى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هلا والله حياك الله. بارك. كيف حالك؟ شو عندك؟ صاحب السيارة. أنت صاحب السيارة؟ اي نعم. وين اثباتك؟ موجود. باسمك السيارة؟ اي باسمي، شريكة بالاسم. ناقل ملكيتها عن طريقك ولا؟ لا، عن طريق معرض صاحب السيارة الأول. مو عن طريق معرض؟ لا لا لا. أعطي اثباتك زين. طيب السيارة هذه على طلب واحد. السيارة على طلب مسروقة. طيب. والحين لازم تفضل معانا لقسم. والسيارة تحجز. ما عندك أي مشكلة. لا تفضل معانا سمعت. في القضية اللي شرحنا تفاصيلها قبل شوي، كانت السيارات موديلات حديثة. الموديلات الحديثة هذه صعب أنها تسرق ما لم يكن يعني المفتاح الأصلي موجود مع الجاني. بالتالي كان أغلب السيارات من الجيوب اللي سرقت هذه كانت متروكة بحالة تشغيل. بالتالي يعني استغلها الجاني وغادر بها الموقع خفي يعني بعيد عن الأنظار، وهناك تم تغيير معالم السيارة وتم التصرف فيها. بالتالي أنا بوجه رسالة الحقيقة لأصحاب السيارات أنه يحافظون على سياراتهم. يعني ما في داعي أن الواحد ينزل ويترك السيارة بحالة تشغيل مهما كانت الأسباب، لأن هذه قد تعرضه لفقدان سيارته وتعرض سيارته للسرقة، والموضوع كله يكون بسبب يعني الثقة الزايدة والإحساس لله الحمد بالأمن والأمان. هنا في السجن بين الجدران وخلف القضبان كان أفراد العصابة ينالون جزاءهم الرادع بعد أن تمت محاكمتهم وصدرت العقوبات الرادعة بحقهم. ورغم العدد الكبير لأفراد هذه العصابة الذي تجاوز 40 وانتشار جرائمها في عدد من مدن المملكة وانتهاجها أساليب دقيقة في تغيير معالم السيارة وإعادة بيعها، فقد وقعت هذه العصابة الكبرى بفضل الله في قبضة رجال الأمن ليسدل الستار على آخر فصل من فصول هذه القضية. في الختام تقبلوا مني أرق تحية، ولنا في الحلقة القادمة قضية. هذه مهيب عيشة، أنا بهد البيت على اللي فيه. مبروك عليك يا شنب. الله يبارك فيك.